عزاؤنا في كل المصائب مصيبتنا الكبرى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله له: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال له: أفإن مت فهم الخالدون. ومن عزائنا كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. فقد جعل الله هنا في هذه المدينة المباركة معدنا من معادن الخير يتوارثه أهله لا ينفد ولا يبلى. كلما ذهبت طبقة كانت الطبقة التي بعدها أقوى وأنضر، وما تتحمله الطبقات السابقة يزداد بزيادة أعداد الناس وبزيادة انتشار هذا النور المبارك. فالشيخ إبراهيم رحمة الله عليه امتد نوره إلى الصين شرقا، وإلى أمريكا غربا، وشمالا إلى نهاية أوروبا، وجنوبا إلى نهاية أستراليا وجنوب إفريقيا، ولا يزال طلابه يزدادون، وكذلك خلفه. وقد زرت هنا الشيخ الحاج عبد الله رحمة الله عليه، ثم لقيت الشيخ أحمد رحمة الله عليه، والحمد لله ها أنا ألقى المشايخ وأسر برؤيتهم، فهم خلف عن ذلك السلف المبارك. نسأل الله أن يمد في أعمارهم، وأن يمد في عمر الشيخ التجاني، وأن يشفيه من كل داء، وأن يطيل عمره في طاعة الله. وتعزيتنا للمسلمين ليس لأهل المدينة ولا لأهل هذا المسجد، تعزيتنا للمسلمين جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوب المسلمين على الحق. وفي هذا المكان، هذا المعدن العظيم النفيس الذي شرفنا الله به نحن أهل غرب إفريقيا، فهذه الطريقة التجانية، ومجددها في هذا العصر الشيخ إبراهيم رحمة الله عليه، نشر الله بها هذا الدين، ولها أياد بيضاء على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا ينكرها ولا يتنكر لها إلا مكابر. ولا نملك لأهل هذا البلد إلا الدعاء، فسأدعو ويؤمن الحاضرون إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ما حكم الشرع في نظركم في الطرق الصوفية وخاصة الطريقة التيجانية؟ أرجو الجواب الكافي والشافي حول سؤالي. الواجب الحذر من الطرق الصوفية المخالفة لشرع الله كالتيجانية والقادرية والنقشبندية ونحو ذلك، يجب الحذر منها، ويجب أن تكون تابعا للسلف الصالح، تعتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه السلف كالأوزاعي والشافعي وأحمد ومالك وغيرهم من أئمة الإسلام، وقبلهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. عليك أن تتبع ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وذلك باتباع الكتاب العزيز والسنة المطهرة والعناية بذلك. هذا هو الدين وهذا هو الخير. أما الصوفية أصحاب الطرق المنحرفة فالواجب الحذر منهم، ومنهم التجانية، فالواجب الحذر من طريقة التجانية وغيرها من الطرق الصوفية، قادرية، نقشبندية، خلوتية، غير ذلك. الواجب الحذر، وأن تتبع ما كان عليه سلف الأمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام، وقبلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تجتهد في معرفة سيرة الصحابة وأتباعهم بإحسان وتسير على ذلك. ومن ذلك ما كتبه الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه وفي كتاب التوحيد، وما كتبه عبد الله بن أحمد في الرد على أهل البدع، وما كتبه غيرهم من أئمة الإسلام. ومن ذلك شرح الطحاوية وكتاب الطحاوية لابن أبي العز الشرح والمتن للطحاوي رحمه الله، وغيرهم من أئمة الإسلام الذين ألفوا في طريقة السلف الصالح. تجتهد في ذلك حتى تسير على النهج الطويل، على النهج القويم، وتبتعد كل الابتعاد عما عليه المتصوفة المبتدعة.
أنا أسأل والإخوة يجيبون. صلاة الفاتح التي أحدثت قبل 200 سنة هل هي آية قرآنية؟ هل هي حديث نبوي؟ هل هي أثر سلفي من الصحابة والتابعين؟ هل قال بها أحد في القرون المفضلة؟ صلاة الفاتح فيها 5 محاذير وغيرها من الأذكار المبتدعة. المحذور الأول أنها بدعة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان، ومن أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي بالصلاة الإبراهيمية المعروفة في التشهد. وثانيا يدعي صاحبها أنها جاءته مباشرة من الله، وهذا ادعاء بنزول الوحي، والوحي قد انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. فمن ادعى أن وحيا ينزل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فقد أعظم على الله الفرية. روي بلال وأم هاني يبكيان، فقيل ما الذي يبكيكما؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى ما هو خير. قال نعم، لكن ماذا؟ الوحي قد انقطع. لكن الوحي قد انقطع من السماء، وإلا فنحن نعرف أنه انتقل لما هو أفضل. والأمر الثالث والرابع، الأمر الثالث أن مخترعها عميل فرنسي، عميل لفرنسا، أكرمته ورفعته ومجدته وبنت له قبته، لأنها تعلم أن هذا يعارض دين المسلمين، أن هذه القبورية والتعلق بأصحاب القبور يعارض ماذا؟ دين الإسلام. فالاستعمار هو الذي أسسه وأسس أمثاله. ورابعا أن بعض ألفاظها ألفاظ أعجمية لأنها لها روايات مختلفة. وخامسا أن صاحبها يزعم كما قال صاحب جواهر المعاني وصاحب الرماح أنه يزعم أن من قرأها فكأنما قرأ القرآن 600,000 أو 6,000 مرة على روايتين عندهم، وكل مرة بماذا؟ ب400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل غزوة له بها في الجنة 1000 زوجة من الحور العين. وهذا هو بيت القصيد، لأن شيوخ تلك الطرق لا يفرقون بين حلال وحرام بالنسبة للزوجات، فلا يكتفون بما أباح الله لهم وهو 4 زوجات مثلا. أقول يا إخوتاه، نحن في غنى عن هذا الذكر البدعي الخرافي الهزلي، وقد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو تختصر في كلمة أو جملة قصيرة: صلى الله عليه وسلم، كما فعل الصحابة عندما يروون الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل. يقول السائل:
هل عدم الرد على أهل البدع وكتمان باطلهم والدفاع عنهم يعتبر من الغش للمسلمين؟ هذا من أكبر الغش للمسلمين، السكوت عن أهل البدع وعدم بيان بدعهم، هذا من الغش للمسلمين. فإذا انضاف إلى هذا أنه يمدحهم ويثني عليهم فهذا أشد وأنكر والعياذ بالله. الواجب على من عنده علم أن يبين البدع والمحدثات وأن ينهى عنها ويحذر منها ولا يسكت. السكوت هذا من الكتمان. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لا يجوز للمسلم الذي عنده علم أن يسكت على البدع والمخالفات ولا يبينها للناس، لأنه إذا سكت احتج الناس به وقالوا لو كان هذا محرما أو ممنوعا ما سكت العالم الفلاني وهو يراه. نعم.